انا نموذج مشرف، بدأ برضه من تحت لحد ما وصل العالميه دلوقتي. الكابتن ايمان البيك رئيس الاتحاد المصري للجيت كوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتينا ونورتينا، اتفضلي. سلامة، سعيدة جدا جدا وبشكرك يا دكتور عمرو على تواجدي في الحدث الرائع ده. أولا أنا ببارك لكم طبعا على اليوم الجميل جدا، وإن شاء الله إن شاء الله عندكم على طول نجاحات وأحداث كبيرة. بالنسبة ليا أنا بطل عالم، أنا بطل أولمبياد بلعب رمح وجلة. لسه قبل أولمبياد باريس كنت جايبة ذهب في الرمح لمصر وفضة في الجلة في فنلندا. الحمد لله انا رئيسة اتحاد الانتخابات، لاعبة طبعا من صغري وفي منتخبات، منتخب التايكوندو، منتخب العاب القوى، وكنت بلعب كونغ فو طبعا من المؤسسين. وبعد كده بقيت رئيس اتحاد الجيكندو. الحمد لله في انتخابات كانت من 4 شهور الاتحاد الافريقي، نجحت الحمد لله في الانتخابات، بقيت رئيس الاتحاد الافريقي ونائب الاتحاد نائب رئيس الاتحاد الدولي والاتحاد العربي. فالحمد لله انا تعبت. وعارفين المرأة لما بتدخل في مجال في وسط الرجالة، احنا طبعا بشكر الدكتور عمرو. الدكتور عمرو مميز جدا وبيفاجئني على طول ما شاء الله عليه. بصراحة هو انتم ما تعرفوش عنه، ما هو حكم عندنا في الرياضة بتاعتنا دي، لعبة بروسلي. هو مميز وبيسعى لوجوده، وكان في دورة دولية ومعرفش يدخل عشان كان بره. وحتى الشهادات بتاعته معايا عايزه اقدمها له، وانا بشكره على التواجد ده. وانا طبعا حضرت عندكم عند الدكتوره ولاء والدكتوره منى، ما شاء الله ما شاء الله، مركز ممتاز. طبعا في حاجات ونضاره وكده وانا يعني بصراحه بتشرف ان انا موجوده، وانا بدعمكم، بقول لكم ابداوا واشتغلوا على نفسكم وهتلاقوا حاجات رائعه بصراحه يعني، وتوفيق من ربنا. ربنا وصلنا وكرمنا وربنا معاك يا دكتور عمرو، بندعي لك والله العظيم. ألف مبروك. عايزه بس اقدم لك الشهاده اللي انا معرفتش ده مفاجاه جميله، والله مفاجاه جميله. طبعا الباشمهندسه ايمان البيك رئيس الاتحاد المصري لرياضه الجيتون ورئيس الاتحاد الافريقي للجيتون ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بتقدم دلوقتي تكريم للدكتور عمرو. شهاده الدوره طبعا، شهاده الدوره التحكيميه طبعا فخر لينا طبعا. دكتور عمرو يكون حكم من كتيبه حكام الاتحاد المصري لرياضه الجيتوندو. كل التحيه والتقدير للباشمهندسه ايمان، تحيه كبيره للدكتور عمرو والباشمهندسه ايمان البيك. طبعا ما شاء الله سعداء جدا بوجودهم، نماذج مشرفه